تعال نسمع شنو ده بيقول ايه على الإسلام. أريد أن أذكر أن الإسلام في جوهره وفي روحه وفي أساسه يعامل غير المسلمين معاملة طيبة. معاملة طيبة. الفيديو أبيض واسود لأنه من أيام السادات. أي مسيحي مش مصدق الفيديو ابحث على جوجل كلمة شنودة عن الإسلام أمام السادات، اتفرج بنفسك. نذكر من هذا الميثاق الذي أعطي لنصارى نجران، والميثاق الذي أعطي لقبيلة تغلب، والوصية التي قدمها الخليفة الإمام عمر بن الخطاب قبل موته، ووصية الخليفة أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد، والميثاق الذي أعطاه خالد بن الوليد لأهل دمشق، والميثاق الذي أعطاه عمرو بن العاص لأقباط مصر. وأذكر أيضا العبارة الإسلامية الجميلة: استوصوا بالقسط خيرا فإن لنا فيهم نسبا ورحما. وأذكر أيضا الحديث الشريف: من آذى ذميا فليس منا، العهد لهم ولأبنائهم عهد أبدي لا ينقض، يتولاه ولي الأمر ويرعاه. وأذكر أيضا في سماحة الإسلام، أذكر في سماحة الإسلام اللي بيسبوا الإسلام 24 ساعة في المنتديات المسيحية وعلى القنوات المسيحية زي زكريا الكذاب. اسمعوا سماحة الإسلام من أبوك شنودة. وأذكر أيضا في سماحة الإسلام ذلك الشرع الجميل الذي يقول: الشرع الجميل. اسمعوا أبوك شنودة بيقول إيه يا مسلمين. اسمعوا شوفوا علماء المسيحية. ما هو حاجة من الاثنين: يا إما أن شنودة وغيره بيكذبوا بيضحكوا على المسلمين علشان خاطر معرفش لمصلحة لمال معرفش، يا إما أن العلماء والمسيحيين عارفين أن الإسلام دين حق ومع ذلك بيشتموا فيه. الناس اللي في المجموعات شايفين المسيحيين 24 ساعة عمين بيسبوا في مجموعاتهم، بيسبوا الإسلام ويسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون. وهكذا أعطى الإسلام حرية الدين لغير المسلمين. شوف حرية الدين يطلع لك مسيحي الآن يقول لك الإسلام جبر الناس على الإسلام بالجبر. أبوهم شنودة يقول إن الإسلام قال. طبعا احنا مش محتاجين كلام شنودة ولا غيره، بس هو حجة عليهم، احنا بنخاطبهم بما يؤمنون هم. شوف أبوهم شنودة بيقول الإسلام أعطى حرية لاختيار الأديان، ويطلع لك مسيحي عيل مسيحي أو شماس مسيحي أو قس مسيحي جاي يقول لك إيه الإسلام جبر الإسلام على الناس، الإسلام جبرنا على الإيمان. يا راجل أبائك أو علمائك بيقولوا الإسلام أعطى حرية الاختيار. الذمة فاحكم بينهم بما يدينون. وهكذا أعطى الإسلام حرية الدين لغير المسلمين. أذكر أيضا في سماحة الإسلام حفظه في عهوده ومواثيقه للمسيحيين في كنائسهم وصوامعهم ورهباناتهم وأملاكهم وأرواحهم وكل شيء. وأذكر أن عمرو بن العاص عندما أتى إلى مصر كان بطريرك مصر البابا بنيامين البطريرك 38 كان مختفيا في أرجاء مصر من إخوته المسيحيين المختلفين عنه في الإيمان. لحظة، اعرفوا القصة دي بسرعة. القصة دي إن البابا بتاع الكنيسة اللي كان مكان شنودة، لولا دخول الإسلام مصر كان المسيحيين التانيين كان قتلوا طائفة شنودة. المسيحيين الكاثوليك كان هم اللي محتلين مصر، والرومان كانوا محتلين مصر، وكانوا بيقتلوا في البابا بتاع الكنيسة اللي هو مكان شنودة، اللي شنودة مكانه.
فلولا دخول الإسلام مصر لاندثرت طائفة شنودة بالكلية، لكن الإسلام جه حرر المسيحيين من ظلم الرومان ومن ظلم الكنيسة الكاثوليكية. فنحن المسلمين يعني لنا فضل على أقباط مصر، لنا فضل على، إحنا اللي أنقذناهم من الآخر. لولا الإسلام ودخول الإسلام مصر لكان الرومان قتلوا أهل مصر كلهم. 13 حين كان مختفيا في أرجاء مصر من إخوة كان بطريرك مصر البابا بنيامين البطريرك 38 كان مختفيا في أرجاء مصر من إخوته المسيحيين المختلفين عنه في الإيمان 13 عاما لم يجلس على كرسيه، فلما أتى عمرو بن العاص أمنه على نفسه وعلى كنائسه، والكنائس التي أخذها منه الروم أرجعها إليه عمرو بن العاص. سامعين عمرو بن العاص عمل إيه؟ رجع للنصارى الأقباط ملكهم، هو اللي رجع لهم ملكهم. وبعد كده يطلع النصارى يشتمونا الآن في المواقع ويشتمونا في المنتديات ويشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم. بل ساعده أيضا في بناء كنيسة في الإسكندرية. السادات اهو، شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ لو عمل بقى المسلمين لو عملوا أي خطأ ما ينفعش إحنا نتحمل العاقبة، ما ينفعش. وبعد كده يطلع شنودة يساعد ويآزر زكريا الكذاب إنه يهاجم على الإسلام. يعني المشكلة الآن شنودة اللي بيعترف اعترافا صريحا إن الإسلام هو اللي أنقذ مصر وأنقذ المسيحيين في مصر من ظلم الرومان ليهم، دلوقتي يقول له زكريا بطرس بيشتم في الرسول وبيشتم في الإسلام، يقول له أنا مالي، ردوا عليه وأنا مش عارف إيه. شايفين يا إخوة؟ شايفين يا أسامة بن زيد، والميثاق الذي أعطاه خالد بن الوليد لأهل دمشق، والميثاق الذي أعطاه عمرو بن العاص لأقباط مصر. وأذكر أيضا العبارة الإسلامية الجميلة: استوصوا بالقسط خيرا فإن لنا فيهم نسبا ورحما. وأذكر أيضا الحديث الشريف: من آذى ذميا فليس منا، العهد لهم ولأبنائهم عهد أبدي لا ينقض، يتولاه ولي الأمر ويرعاه. وأذكر أيضا في سماحة الإسلام، سماحة الإسلام، أذكر في سماحة الإسلام اللي بيسبوا الإسلام 24 ساعة في المدة. اسمعوا سماحة الإسلام من أبوك شنودة. ذلك الشرع الجميل الذي يقول، الشرع الجميل، اسمعوا أبوك شنودة بيقول إيه؟ يا إما أن نعرفش لما الإسلام دين حق ومع ذلك جنب. وإن أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون. وهكذا أعطى الإسلام حرية الدين لغير المسلمين. شوف حرية الدين يطلع لك مسيحي الآن يقول لك الإسلام جبر الناس على الإسلام بالجبر. فاحكم بينهم بما يدينون. وهكذا أعطى الإسلام حرية الدين لغير المسلمين. أذكر أيضا في سماحة الإسلام حفظه في عهوده ومواثيقه للمسيحيين في كنائسهم وصوامعهم ورهباناتهم وأملاكهم وأرواحهم وكل شيء. وأذكر أن عمرو بن العاص عندما أتى إلى مصر كان بطريرك مصر البابا بنيامين البطريرك 38 كان مختفيا في أرجاء مصر من إخوته المسيحيين المختلفين عنه في الإيمان. لحظة، كان مختفيا في أرجاء مصر من إخوته. كان بطريرك مصر البابا بنيامين البطريرك 38 كان مختفيا في أرجاء مصر من إخوته المسيحيين المختلفين عنه في الإيمان 13 عاما لم يجلس على كرسيه، فلما أتى عمرو بن العاص أمنه على نفسه
وعلى كنائسه، والكنائس التي أخذها منه الروم أرجعها إليه عمرو بن العاص. سامعين عمرو بن العاص عمل إيه؟ رجع للنصارى الأقباط ملكهم، هو اللي رجع لهم ملكهم على النصارى اللي مؤمنين بيه، وإلا كلامه مش حجة علينا. لكن الله سبحانه أنطقهم بالحق، كما قال يسوع: من فمك أدينك أيها العبد الشرير، أنا أخذ القواعد مما يعتقد المخالف. واضح؟ في الختام أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك في القناة، عمل لايك للفيديو، نشر الفيديو في الفيسبوك، وعمل مشاركة للفيديو لو انت شايف الفيديو على اليوتيوب. لو انت شايف الفيديو على الفيسبوك اشترك في القناة واعمل مشاركة للفيديو في مجموعات الفيسبوك، وشاهد الفيديوهات القديمة. قناة اليوتيوب، على اليوتيوب اسم محمد بالعربي محمد نصيف المحاور، ادخل القناة وشاهد الفيديوهات اللي فيها، وفيها سلاسل مناظرات جميلة اسمعها هتفيدك جدا. مناظرات في هدم التالوت، مناظرات في تحريف الكتاب المقدس، مناظرات في الصفات المسيئة. تمام؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله القبول. لا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسى في الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو ونشر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.